ايش حال خويا؟ زوينة ومزيانة. أنا دابا في إفران سطي طاجين بالبرقوق. شوف شلون واعرة بزاف. ويلي 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 ويلي. دعاء فين تينا؟ بيدك ديالي كي داير لاباس؟ سلام نيشان. يلا هشام نيشان على مخ الحافة. نيشان نهبطوا عشان نشوف المغربي على الطريق عشان نشوف مساء الخير. هذا الفيديو لأهل المغرب، لأن كل ما أنزل فيديو يكتبوا لي نفس الكومنتات: وحشناك، كن نبغيك، بعد شنو، صافي رجعي لنا خلاص. فإن شاء الله إن شاء الله راح أرجع لكم أقرب فرصة، لأن أنا للحين ما تخطيت المغرب، أنا للحين ما تخطيت السفرة، وأنتم بعد توحشتوني بزاف، ووايد وايد وايد وحشتوني والله العظيم. واشتقت صراحة، يعني أحسي ما كفتني ال 12 يوم. كم يوم كانت؟ 12 يوم تقريبا، 12 يوم. فلا لازم تمديد السفرة الجاية إن شاء الله بإذن الله، تمديد دبل. فإن شاء الله لي رجعة. هذا واحد. الشغلة الثانية، أنا ما تكلمت عن النهائي في تيك توك، أو ما حطيت أي شيء عن النهائي. يمكن في المنصات الثانية حطيت ستوريز، بوستات، ومن هالكلام اللي تابعني في غير منصات. فلا تزعلون، لا تتضايقون، ترى منتخبكم أولا، منتخب ترفعون راسكم فيه، منتخب يعني كل العرب يفتخر فيه. ثانيا فزتوا بأحلى تنظيم للبطولة، البطولة كأس أفريقيا. أنا رحت البطولة وحضرت من أول يوم الافتتاح، شفت الملاعب، شفت التنظيم، حفل الافتتاح كان خيالي، يعني بدعتوا صراحة. وغير كذي يعني كنتوا خير مثال، يعني البلد مستضيف انه يرحب بالكل وما يفرق يعني ولا حد، استضفتوا الكل ورحبتوا بالكل حرفيا. انا كنت هناك وشفت، هذا كافي والله العظيم. ما اعرفش اقول صراحه غير كذي. قلت اقول يعني مره واحده فيديو واحد، مع اني ما اتكلم بفيديوهات في تيك توك بهالطريقه، بس قلت لازم ارد لان الكل يكتب لي، فقلت لازم اقول لكم بفيديو ان انا فعلا وحشتوني، فعلا حبيتكم واحبكم، وراجعت لكم ان شاء الله قريب. صافي. كمية الحقد اللي صاير على أهل المغرب غير طبيعية أبدا. طبعا هذا الفيديو رد على الفيديو اللي نزلته قبل، تقريبا 5000 تعليق وصلني من أهل المغرب، سقطت الأقنعة وكل شخص طلع على حقيقته. شو معنى هذا الكلام؟ المعنى أن في النهائي كل شخص بين معدنه وبين حقده وبين أنه شايل على أهل المغرب. أمانة إذا أنت مغربي ارفع راسك، إذا أنت مغربي افرح واستانس وتجاهل وعيش وافرح بصمت، لأن قدمتوا أفضل مستوى في الافتتاح، قدمتوا ما شاء الله تبارك الله بالفريق الأول، بالفريق الثاني، بالفريق الثالث، نافستوا وخذيتوا البطولات. هذه البطولة الوحيدة اللي صارت فيها مشاكل كثيرة وما أخذتوها. من حق الشعب المغربي يزعل أمانة، لأن صار عليهم هجوم غير طبيعي، انصدموا. يعني أنت تخيل ابن عمك اللي معاك اللي قريب منك يفرح ويستانس وينزل ويوثق اللحظة أنه هو فرحان على راسك أنت، كيف ما بزعل، كيف ما بتضايق، كيف ما بتنرفز. نحن في النهاية أخوان، نحن في النهاية ننتظر حد يساندنا، فهم أمانة مع بعض مو منتظرين أصلا حد يساندهم، لكن حس في خاطرهم هذا الشيء وحرقهم، ومثل ما تقول زعلهم كثير. الكورة فوز وخسارة، منتظر من حد يقول لي هارد لك، يلا ما عليه بتعوض في البطولات القادمة. لكن أشوف ناس تفرح وتطلع تسوي مسيرة وتغلط وتتنمر عليك. لا حبيبي، عفوا، ترى المنتخب المغربي قسما بالله العظيم أسعدنا طول الفترة اللي طافت، أسعد العرب كلهم. فإذا أنت مغربي ارفع راسك وتجاهل كلام الناس كلهم، لأن كلامهم لا يودي ولا يجيب. أنت تعرف منو أنت وتعرف منتخبك وين وصل. يعطيك الصحة. ماشي أنا، كل الشعب المغربي كيف فرحان بكم وفرحان أي أفريقيا كلها فرحانة. أي واحد جا عندنا مرحبا ويا سمح الله، مرحبا. فرحوا بينا من بكري وإحنا نحكيو معاهم،
والحاجة زيد استدعتنا للبحذيها في كازا. مرحبا بكم، ما نقولش لك مرحبا بكم بلادكم هذه، وجو عندنا حتى للدار ومرحبا، وعطيتك النيميرو ديال التليفون، اجي اللي بغيتوها مرحبا بكم. حنا خوت نتوما ولادنا الحمد لله. مربوحه ان شاء الله، مربوحه مربوحه، والله يحفظكم والله يستركم، والله يرزقنا الحنان الامه الاسلاميه كلها يا ربي، ترزقها الحنه بيناتنا يا ربي. عايشك. مرحبا ومئة مرحبا ومئة الف مرحبا بكم. بارك الله فيك، عايشك. وان شاء الله الفينال نترشحوا فينال المغرب وتونس ان شاء الله. وعاش الملك وعاش محمد السادس ولي العهد ولدو، الله يحفظوا لينا والله يخليه لينا. نتوما توانسه داركم، ما نقولش لكم مرحبا بكم في اي وقت. راه عندك نمرة التليفون، اللي بغيتي راجل الدار مرحبا بك، تقرب رجليك. بارك الله فيك، عايشك، يعطيك الصحة. بالنسبة للمغرب افتكروا كده قصة سيدنا يوسف واخواته عملوا فيه ايه. ما قالش بقى يا رب انتقم منهم، ولا يا رب شتت شملهم، ولا يا رب انا عايز ابقى لوحدي، ولا بالعكس هو دعا ربه وفي الاخر ربنا نصر. ولما ربنا نصره ما انتقمش من اخواته، بالعكس لم شملهم وراح لوالده وكل شيء. فبعيدوا عن الفتن وما تسمعوش لأي جنب. خدوا الأخبار الزوينة، تاخدوش الأخبار اللي هي ممكن تبقى 3/4 فيك و3/4 الجان وتبنوا عليها قصص وأحلام. ما ينفعش حاجة قد كده تنسيك العشرة أو تنسيك اللي ما بينك وبين أخوك. ما ينفعش. الواقع حاجة والمواقع حاجة تانية خالص، كلها مصالح وكلها ريتش وكلها فيوهات على الفاضي، مش حب. محدش هينزل لك الحب، كله هينزل لك اللي ده سب ده وده لعن ده وده بيتكلم على ده. وربنا قال ايه سبحانه وتعالى: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صافي، انت مش بتعمل لحد، انت بتعمل لنفسك وبتعمل لوجه الله. دي نصيحتي، ما اعرفش ممكن الناس تتقبلها وممكن الناس ما تتقبلهاش، بس ده اللي جوايا يعني، وده من خلال عشرتي هنا للناس، وده من خلال شفت تعب الناس هنا عامل ازاي لأجل حاجة كويسة.